أرملة رقيقة القلب لديها طفلة رضيعة تتبنى يتيما عندما يراه طاقم سفينتهم والناجي الوحيد من ومع ذلك ذلك بعد أن تم إنزالهم من السفينة المتوفاة وجدوا أنفسهم عالقين على جزيرة. ولضمان بقائهم على قيد الحياة يجب على سارة تعليم الأطفال لطرق العالم المتحضر حتى وصول في عام المساعدة. 1897 تصادف سفينة ضخمة قاربا صغيرا كان ينجرف بلا هدف لأيام، وبينما كان طاقم يحققون في الأمر رأوا الزوجين شابين ريتشارد وإيميلي ملقين على القارب وهما جثة هامدة. ولحسن الحظ اتضح أن ابنهما الذي كان اسمه الأصلي بادي على قيد الحياة. تطوعت إحدى ركاب السفينة سارة هارجريف، وهي أرملة لديها طفلة رضيعة تدعى ليلي، لرعاية الصبي اليتيم الذي سمته فيما بعد ريتشارد لمنحهم جنازة لائقة. تجتمع السفينة بأكملها للصلاة من أجل الزوجين المتوفيين قبل أن يتم إلقاؤهما. لا يفهم ريتشارد في ذلك الوقت ما يحدث ويحدق في سارة بقلق. وفجأة أبلغ السيد بنفيلد القبطان أن بعض أفراد الطاقم يعانون من أعراض الكوليرا، ولإنقاذ سارة والأطفال لم يبقى أمام القبطان أي خيار سوى أن يلقي بهم على غير هدى مع كيرني الذي يعتقد أنه سيعتني بهم. في البداية اعترضت سارة في البداية عند سماعها للقرار، لكنها في النهاية استجابت بعد أن أدركت أن بقائها على متن سفينة مصابة بالكوليرا سيكلفها هي والأطفال. في الصباح اليوم التالي تبحر سارة والطفلان وكيرني في وسط المحيط على متن قارب صغير. عندما تطلب سارة الماء للأطفال يرفض كيرني طلبها مشيرا إلى أنه من العمل توفير مواردهم، مضيفا أنه لو كان هو الوحيد المتبقي لديه ماء للشرب إلا أن الأطفال الذين يعانون من الجفاف يبدأون في البكاء مما يثير غضب السيارة كيرني في النهاية. ومع انزعاج كيرني يأخذ ريتشارد ويحاول إلقاءه من القارب، لكن سارة تضربه بعد ذلك بحربة عدة مرات قبل أن تلقي بجثته الهامدة في المحيط. بعد أيام تتشبث سارة والأولاد بشدة بينما تدفعهم الأمواج العاتية نحو شاطئ جزيرة جميلة مجهولة. عندما يصلون إلى الشاطئ تخرج سارة الأطفال من القارب وتبكي في ارتياح لطيف. في الأيام التالية تبذل سارة قصارى جهدها للبقاء على قيد الحياة مع تتعلم البحث عن الطعام وجلب المياه العذبة. بينما كانت سارة تحضر الطعام يلهي قارب صغيرا إلا أنهم يبحثون عن ملجأ لها على الفور. عندما تأتي عاصفة في صباح اليوم التالي تقرر سارة أن تجد مكانا آمنا لأنها تشعر أنهم في الجانب المكشوف من الجزيرة. وأثناء استكشافهم للمنطقة تجد سارة نفسها في جزء آخر من الجزيرة يبدو أن ريتشارد على دراية به. وسرعان ما يقودهم ريتشارد إلى منزل من الخيزران كان يعيش فيه مع عندما يدرك أن أمه قد رحلت سرعان ما تواسيه سارة وتعده بأن تكون أمه الثانية. قبل الصيد من أجل العشاء تجمع سارة كومة من الحطب وتخطط لإشعال نار إشارة حتى يمكن لسفينة عابرة أن تراهم. في تلك الليلة كانت سارة تقبل الأطفال في تلك الليلة عندما سمعت قرع طبول عال من بعيد. أدركت أنها قادمة من قبيلة تقيم في جزء آخر من الجزيرة. في اليوم التالي تواصل سارة تعليم الطفلين آداب المائدة الأساسية. عندما تدرك أن القمر مكتمل تستنتج أن رجال القبائل يأتون كل 3 أشهر. عندما يكتمل القمر تضع الأطفال سريعا في الفراش وتغني لهم حتى يناموا حتى لا يلفتوا انتباه السكان المحليين. وبعد مرور 8 سنوات كبرت ليلي وريتشارد في السن وأصبحا يستمتعان بوقتهما مع اعتيادهما على حياتهما. تشعر ليلي بالفضول حول سبب ارتداء سارة لملابسها، لكن والدتها تذكر كيف أنها تخلت عن ملابسها لأنها دائما ما تخلعها على عندما يبدأ الفضول لدى ليلي للتعرف على جسم الإنسان تعلمها سارة ما يميز الإناث عن الذكور. في وقت لاحق في المنزل تشاركه سارة مبدأ زواج في الكتاب المقدس وتطلعه على التغييرات التي ستحدث لأجسادهم عندما يصلون إلى سن المراهقة. وبعد لحظات تستفسر ليلي عن إنجاب طفل، وهو ما يثير فضول ريتشارد أيضا. بعد شرح غامض من سارة يتذكر كيف رأى الإغوانة تؤدي تمثيلا من خلال التقارب بينها، ويفترض أن الأمر نفسه ينطبق على البشر. في وقت لاحق عندما تغامر ليلي وريتشارد بالخروج إلى البحر يتوقفان عن شعاب مرجانية حيث يمكنهما الصيد، وبينما يصطادون الأسماك لا يدركون أن قاربهم ينجرف ببطء بعيدا وفجأة عنهم. تكسر سمكة قرش رمح ريتشارد مما يدفعه إلى رميها بالحجارة بغضب. بدون قاربهم يشعر الطفلان بالخوف عندما يبدأ القرش بالاقتراب. عندما بدأت الشمس في الغروب كانت ليلي وريتشارد لا يزالان عالقين في وسط الماء غير قادرين على الهرب من سمكة القرش. ثم يبتكر ريتشارد خطة لإلهائه بالسمك الذي اصطاده. وبينما تأكل السمكة القرش السمكة تغتنم ليلي وريتشارد الفرصة للسباحة والعودة إلى قاربهما. عندما ترى سمكة القرش ذلك تحاول مطاردتهم، لكن الأطفال يتمكنون من العودة إلى القارب. يجدف الأطفال عائدين إلى الجزيرة حيث تقابلهم سارة القلقة على الشاطئ. تذكرهما بأنهما يجب أن يعودا إلى المنزل قبل غروب الشمس، ويجب لا يذهبا إلى الجانب الشمالي من الجزيرة. ثم يهرعون إلى المنزل بسرعة لأن القمر مكتمل، مما يعني أن القبائل ستمر قريبا. في اليوم التالي العاصف تعلم سارة الأطفال عندما تكسر الأمطار الغزيرة سقفها قم بسد الثقب. تستخدم سارة سعف النخيل المقشور، ومع ذلك فإن تعرضها الطويل للمطر والبرد يتسبب في إصابتها بالتهاب رئوي.
ومع تدهور حالتها تقضي سارة لحظاتها الأخيرة مع الأطفال وتعدك بأنها ستعتني بهم بمجرد رحيلها، ثم تقوم بتعليمهم إعداد قبرها في منطقة مطلة على المحيط. بعد أن تلفظ سارة أنفاسها الأخيرة تفعل ليلي وريتشارد ما يؤمران به. وضعوا على قبرها نقشا منحوتا وزهورا على قبرها وتلاوة صلاة احتراما لهم. بعد أن ترك ريتشارد وليلي ليعتمدوا على أنفسهم، أخذ ريتشارد وليلي تذكيرات سارة على ومع مرور السنوات يكبرون ويصبحون مراهقين أقوياء. عندما تنضج أجسادهم يبدأون في الانجذاب الجسدي لبعضهم. في صباح أحد الأيام يقترب ريتشارد من ليلي التي كانت مشغولة بإعداد الفطور ويذكرها بلعبة صيد بيض عيد الفصح. على الرغم من أن ليلي غير مهتمة بالفعل، إلا أن ريتشارد يذكر أن والدتهم الراحلة أرادت أن يستمر. وبينما هم يرسمون بيض عيد الفصح يحفز ريتشارد ليلي بإخبارها أن من يجد أكبر عدد من البيض يفوز بجائزة. بعد مباراتهما أصبح لدى كل من ريتشارد وليلي 9 بيضات، لكن ريتشارد يخفي بيضة واحدة عمدا حتى تتمكن ليلي من الفوز. عندما تسأل ليلي عن جائزتها يأخذها ريتشارد إلى البحر ويغوص ليحضرها. انبهرت ليلي بالخرزة البيضاء المتلألئة واستخدمتها فيما بعد كإكسسوار للشعر. لاحقا يذهب ريتشارد إلى البحر ليتحدى القرش في سباق السباحة. عندما يفوز على سمكة القرش يطلق على نفسه لقب سيد الشعاب المرجانية. عندما يصل إلى المنزل يشارك ريتشارد الفخور بإنجازه مع ليلي التي تعتقد أن سباقه ضد سمكة القرش أمر سخيف وخطير. وبينما تضايق ليلي مغامرة ريتشارد السخيفة يعلق ريتشارد على غرورها، الأمر الذي يثير غضبها. وقبل أن يتشاجر يذكرها ريتشارد بالألعاب التي اعتاد على لعبها، بما في ذلك لعب هرين حول روزي التي يعيدون لكنهما يسقطان على الرمال وأجسادهما متلاصقة ببعضها البعض. تنزعج ليلي من هذا الشعور وتسأل ما إذا كان بإمكانها نقل السرير إلى جزء آخر من المنزل، وهو ما لا يمانع ريتشارد في فعله لأنه فكر في صباح اليوم التالي تستيقظ ليلي والدماء على لحافها تشير إلى أول دورة شهرية لها. في البداية أصابها الذعر وركضت إلى الشلال لتغسل ملابسها المكثفة، ولكن عندما تتذكر ما أخبرتها به والدتها تدرك أنها أصبحت امرأة. في صباح اليوم التالي تحاول ليلي إيقاظ ريتشارد حتى يتمكن من نقل سريرها. عندما تنهضه ليلي من السرير تلاحظ أن شيئا ما قد تغير في جسده، مما يشير إلى أنه أصبح رجلا أيضا. في وقت لاحق تبوح ليلي القلقة إلى قبر والدتها وهي غير متأكدة من كيفية التعامل مع التغييرات التي تحدث لها ولريتشارد الذي كان يستمع طوالا. عندما رأت ليلي ريتشارد أخبرته أن يرحل بعيدا وينتهي بهم الأمر إلى الشجار، مما يدفع ريتشارد إلى الهرب إلى الجانب الشمالي من الجزيرة الذي منعتهما والدتهما من دخوله. وبينما يتجول ريتشارد في الجزء المحظور من الجزيرة يصل إلى منطقة خالية حيث توجد جماجم وثعابين. عندما سمع بقدوم رجال القبائل غطى نفسه بسرعة في الطين واستلقى ليختبئ. في تلك الليلة يشاهد ريتشارد أفراد القبيلة الملونين باللون الأبيض وهم يشاركون في طقوس تقديم القرابين. وبينما هم يحملون المشاعل يقدم زعيم القبيلة شيئا للتمثال. عندما ينتهي الحدث يرى ريتشارد أن هناك شخصا ما ترك وراءه لتنظيف التمثال. ينتهز ريتشارد الفرصة للعودة إلى ليلي، لكن الرجل يمسكه. بينما يتخذ ريتشارد موقفا دفاعيا حاملا رمحا فيرد عليه الرجل بابتسامة محرجة ثم يركض دونه. قبل مغادرة عرين القبيلة لاحظ ريتشارد بعض الدماء على أوراق الشجر، الأمر الذي أراحه لأنه يعتقد أنه ربما كان سيقتل إذا تم القبض عليه. بالعودة إلى شاطئهم تلتقي ليلي القلقة بريتشارد عند عودته، وبينما تساعده ليلي في غسل الوحل يشارك ريتشارد ما حدث له، ثم تقسم ليلي على عدم شجار مرة أخرى وينتهي الأمر بتقبيل كل منهما الآخر. بعد أن أدرك ريتشارد وليلي أن لديهما شيئا نقيا ومميزا قرر الزواج على قبر سارة وتبادل النذور والخواتم. وخلال الأشهر التالية عاش حياتهما بسعادة كزوج إلى أن رأوا ذات صباح سفينة وقاربا أصغر حجما يقتربان من الجزيرة. استخدموا تلسكوبا ورصدوا 8 أشخاص، أحدهم يرحب الزوجان بالغرباء على الشاطئ بقيادة القبطان جاكوب هيليارد. نفذت المياه العذبة من سفينتهم وطلب القبطان الإذن من الزوجين لإعادة ملء مخزونهم من المياه. بعد فترة وجيزة يقدم الكابتن ابنته سيلفيا هيليارد التي تعشق ريتشارد على الرغم من معرفتها أنه متزوج من ليلي. يصطحب الزوجان الزوار إلى قبر سارة ويشاركانهم المعرفة التي اكتسبوها منها. في ذلك المساء تطهو ليلي العشاء لضيوفهم، ومع ذلك بينما تعطي ليلي كويلان وجبة يرمقها البحار المعزول بنظرة مخيفة ويلاحظ لاحقا أن اكسسوار شعرها يحتوي على لؤلؤة أصلية. في صباح اليوم التالي أعطاهم القبطان جاكوب والسيلفيا الملابس المناسبة، بينما يكتشف ريتشارد كيفية ارتداء الملابس العصرية. تعرض سليفيا على ليلي مجموعة أدوات المكياج والمجوهرات الخاصة بها ثم تقترح عليها تفتيح بشرتها السمراء بعصير والسرعان ما يتبعهم بقية الطاقم إلى الشاطئ ويملؤون جميعا براميلهم بالماء العذب من الشلال. في ذلك المساء تقدم لهم سليفيا رقصة تسمى البولكا الإسلامية، فهي تعلم ريتشارد أولا، وعندما يرقصان معا تشعر ليلي بالغيرة الشديدة. في ذلك المساء تواجه ليلي ريتشارد بسبب انبهاره المستتر بطرق سيلفيا المختلفة لجذب انتباه زوجها. تستخدم ليلي ماكياج سليفيا في صباح اليوم التالي. وجد ريتشارد أن الأمر سخيف
فطلب منها ريتشارد أن تخلعه ثم غادر لتعليم سليفيا كيفية وبينما تصيد تحاول سليفيا القيام بخطوة تجاه ريتشارد، فإنها تبطل زواجه من ليلي مشيرة إلى أن زواجهما ليس رسميا. ريتشارد المخلص لزوجته يدير ظهره لمحاولات سيلفيا ويتركها على متن القارب. في هذه الأثناء بعد مشاهدة ليلين تستحم في الشلال يهددها كوينلان بإعطائه اللؤلؤة التي عادت إلى الكوخ. عندما يحصل كوينلان على الحجر الكريم الثمين يحاول استغلاله، لكن ريتشارد يصل في الوقت المناسب لإيقافه. يطلق كوينلان النار على ريتشارد ولكنه يخطئ عندما تسقط البندقية، وسرعان ما انتزعها ريتشارد بسرعة، ولكن لأنه لا يعرف كيفية استخدامها انتزعها كوينلان مرة أخرى واستخدمها للخنقة. يحاول القبطان وطاقمه إيقاف كوينلان، لكنه يوقع أحد أفراد الطاقم أرضا ويطارد ريتشارد. يحاول كوينلان بعزم وتصميم سباحة نحو ريتشارد، لكن القرش الذي يقيم في الشعاب المرجانية ينتهي به الأمر بالتهامه. عندما يعود ريتشارد إلى الجزيرة يخبر ليلي أن القبطان أمرهم بالمغادرة عند بزوغ الفجر، لكن ليلي تخبرهم أنها حامل وتفضل تربية طفلهما على الجزيرة حيث لا توجد أسلحة ولا عنف. يعطي ريتشارد مباركته للخطط وتبحر السفينة بدونهم. وبعد أشهر قليلة تلد ليلي طفلا بصحة جيدة، وتعيش الأسرة المكونة من 3 أفراد في سعادة في جنتهم.